نيوكاسل يتابع صيباري في كأس إفريقيا. استفسر فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن وضعية الدولي المغربي إسماعيل صيباري متوسط ميدان BS في أيندهوفن الهولندي لرغبته في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة بعدما قدم أوراق اعتماده بقوة هذا الموسم. وعلمت هيسبورت من مصدر مطلع أن نيوكاسل استفسر وكيل أعمال صيباري أياماً قبل السفر الأخير إلى كوت ديفوار مع بعثة المنتخب الوطني المغربي عن وضعيته مع أيندهوفن، مبدياً اهتمامه الكبير بخدمات اللاعب. وأوضح المصدر نفسه أن نيوكاسل سيتابع صيباري خلال مشاركته في كأس إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار مع المنتخب الوطني، رغم أن مسؤولي الفريق الإنجليزي مقتنعون بشكل تام بإمكانيات اللاعب الذي يعد من بين أبرز الأسماء داخل فريقه. وكان الإطار الوطني عادل رمزي قد صرح لهيسبورت بأنه يعتبر صيباري من بين أفضل 3 لاعبين في المنتخب الوطني الأول بحكم معرفته الكبيرة باللاعب الذي أشرف على تكوينه في أيندهوفن ضمن فئة الأمل. يشار إلى أن صيباري أسهم بشكل كبير في تتويج المنتخب الأولمبي بالنسخة الماضية من نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة التي أقيمت في المغرب.